بيان للرأي العام إن إرهاب وإجرام دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على شعوب المنطقة ليس بجديد، فتاريخها حافل بسفك الدماء منذ مئات السنين إلى يومنا الراهن. ما قام به جيش الاحتلال التركي بعملية غزو جديدة عبر طائراته العسكرية بشن هجوم على مناطق الإدارة الذاتية، مخلفا بعدوانه عشرات ضحايا والجرحى أغلبهم من المدنيين، ومستهدفا البنية التحتية والمراكز الخدمية للمواطنين. فإجرامه هذا هو جزء من مخططها الاستعماري وسياستها الممنهجة في احتلال أراضي سورية جديدة وتغيير هويتها الأصلية بحجتها الواهية المزيفة الباطلة. فمشروعها في المنطقة مشروع سهر وإبادة حقيقي يشكل خطرا على كامل الأراضي السورية، كما حصل في المناطق المحتلة من خلال عملية تغيير ديموغرافي ورغبتها بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية من جديد وفرض هيمنتها على المنطقة، وتسعى دائما لزعزعة أمن واستقرار مناطقنا من خلال عدوانها وأجنداتها الخاصة، مما يؤكد للجميع أن هدفها إحياء داعش من جديد. إن ما تقترفه دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا ومكوناته هي جرائم حرب ضد الإنسانية، وهي دلائل على إدانة تركيا وتقديم قادتها لمحكمة العدل الدولية كمجرمي حرب. ونحمل كامل المسؤولية المجتمع الدولي والدول الضامنة ومجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية في استمرار تركيا بعدوانها واستهتارها بالقوانين الدولية التي تمنع إجرام وبطش دولة الاحتلال التركي في المنطقة. فنحن بلدية شعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ندين ونستنكر جميع الانتهاكات والتهديدات الفاشية التركية على مناطقنا، ونقول لهم ولكل من يدعمهم أننا لن نتنازل عن ذرة تراب حررناها بدماء أبنائنا. ما تحرر بالدم ولن يصان إلا بالدم. فنحن من ضحى في سبيل حرية الأرض والشعب ودحر الإرهاب والظلم، وسنظل نضحي ونقاوم ضد أي معتدي يمس حرية أرضنا وشعبنا وإعادة أراضينا المحتلة. ونؤكد على أهلنا وشعبنا بشمال وشرق سوريا بكافة مكوناته على التكاتف والتلاحم، وأن نكون السند لقواتنا، وأن نكون معهم جنبا إلى جنب في حماية أراضينا ومكتسباتنا وحماية إرث شهدائنا حتى تحقيق النصر على الإرهاب وكل المعتدين وعودة الأمن والاستقرار إلى كامل أرضنا وشعبنا. بلدية الشعب في حلب 22/11/2022. بیجی برخودانا شهبا داخویانی اجرایا گشتی را به نام اکادمیا جواکا دموکراتیک حلب دبی دما نهاد اف دولتا ترک به دستگیری آخا دهندری کنکوژی آخا لدیجی گلی روجاوا و رهبرتی آخا سریا دموکراتیک دخوازه پلانسازی آخا یه داگرکری پیک بینه بریا بالافرین شریین گریدای رژیم فاشیستا ترک و بلیدان حرم سیویل یه بگیشتی لسر سینور باکور و رجولاتا سوریه ده انجام لیدان کنکوژی دا به دهان کشتی و بریندار چه بود. افچه نشان ده دبه اف اردوگان به هشمدی خوی کشتن و لیدان گلان همو سینور سور هاتن تجاوز کرد و نامه دبینه و نبرچاو دگره سازی مافی مروفان سی بیدیم. اموک اکادمیا جواکا دموکراتیک بانگ لحمو سازی مافی مروفان دکن والهمبر نیرون سردم سکنه کتوندی وره سکناندن. بسش کشتن را بسش لیدان را یه اردوگان بخار بینه بشخار گری دستک دیجی گلی سفیل دهندری کشتی رو جاوا و حریم فارسونا راوا. آزادیش بوره بر آبو همو گردین زندانا بلوبانی جی شهید آزادی را بمره خانات و افکاریه وی اکادمیا جواکا دموکراتیک حلب بیزدی دوی اکن ده حضور بیزدیان برخودان جیانه برخودان جیانه. بيان إلى رأي العام العالمي باسم مجلس المرأة لعوائل الشهداء في حلب. تواصل الدولة التركية المحتلة والفاشية هجماتها على شعبنا المهجر دون انقطاع منذ احتلال مدينة عفرين وسريكانة وغريسبي، واستهدفت في هذه الهجمات العديد من الأماكن والمناطق التي يسكنها المدنيون. وكما في الأمس شنت دولة الاحتلال التركي هجوما جويا وحشيا بطائرات الحربية على مناطقنا، وقامت بارتكاب مجزرة كبيرة بحق المدنيين. مرة أخرى أظهرت دولة الاحتلال التركي وجهها الحقيقي الفاشي المتسمى بالإبادة ومعادية الشعوب
فهي لا تتحمل رؤية الاستقرار والعيش المشترك للشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا. هذه الهجمات لا تستهدف الشعب الكردي وحده، بل تستهدف جميع مكونات شمال وشرق سوريا. ونحن في مجلس المرأة لعوائل الشهداء ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الهجوم الوحشي الفاشي على مناطق شمال وشرق سوريا، ونقدم عزاءنا الحار إلى شعبنا وجميع عوائل الشهداء هذه المجزرة، ونجدد عهدنا لهم بأننا سنلتزم بنهجهم ونليق بتضحياتهم وكفاحهم، وكما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. شهيد نامري شهيد نامري شهيد نامري. مجلس المرأة لعوائل الشهداء 22/11/2022.